شاء الله باذن الله لما ربي يفتح علي بحاول اقضيه ان شاء الله. بس اذا ما قدرت سامحني. سامحك الله، سامحك الله دنيا واخره. يا الله مسامح لي كل شيء. بكل شيء، بكل حاجه. والله يصيروا بالقراطيس وبالهذا ما وفر لهم لا شناط. ما فيش معهم شناط. ما فيش معهم شناط وحطهم بالعلاقي عادي دعايات. ما فيش معهم شناط وحطهم بالعلاقي عادي دعايات. اي واحد يعني لازم يشتي يريح عليهم. لقاه موجود خذوا، مش موجود ما تعمل. ايوه ما اصبروا على الله. ايوه ما اصبروا على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله. ايش تبيع؟ لبان من هذا ومن هذا الصناعي. هذا لبان. هذا لبان بس صناعي. وهذا مجلجل. الحمد لله. ما شاء الله، الله يوفقك. على الله. شوف انا مستحي منك، الله اعذرني اجلس اشتي اكلمك. الله. انت متعود ان الناس دائما يعني بيشتروا منك صح؟ ايوه. بس انا معي طلب ثاني اليوم يعني لو سمحت اذا ممكن يعني. ايوه. اذا ممكن. ايوه. طبعا انا شاب جامعي فهم لك يا حبيبي. جامعي. ايوه خرجت من الجامعه وما حصلتش عمل، واشتي اطلب الله على اهلي على اسرتي، ويعني ما حصلتش مشروع بحيث ان انا اطلب الله بمشروع ما حصلتش للاسف. بدل الحين اشتي منك حاجه وانا مستحي يعني. ايش؟ اشتيك تدي لي يعني حتى نص البسطه اللي معك او مجموعه لبان ابيع جنبك لو ما يفتح الله علي وارجعها لك اذا ممكن. عادي شندي لك باك، شندي لك قليله من يعني مستعد تعطيني؟ ايوه ما دام بس انت ما خرج جامعه وهذا وترجع بهذا وهذا عشان اطلب الله على اسرتي يعني. ايوه كل واحد يشتي له رزق. يعني انت ما دام بتدي لي معك راس مال كثير، انت معك فلوس كثير ولا ما معي هذا نزل فوق قبل امس عاد نزلت ب20 ولا من اول ما كان معي اللبان هذا صافي قليل منه. تطلب الله ليش انت خرجت؟ علشان عيالي معمل. انت مستعد تعطيني مثلا شويه من النص اللي معك هذا نطلب الله جنبك لما يفتح الله علي ارجعها لك. عادي شاهب لك من الحاصل خذ لك. دي لي انت دي لي اعطيني الكرتون هذا اطلب الله انا فوقه عادي. انا اسف انا خايف اني اضايقه. والله كم تحصل كم ما حصل انا ارجع اقضيه. ايوه عادي انا بقضيه. طيب اعطيني لو سمحت اقسم لي شويه من هذا وشويه من هذا. انت شيل حاجاتك فوق هذا وانا اديني فوق هذا لو سمحت. ايش تبسط جنبي؟ عادي عادي يا اخي الله يحفظك. ايوه شيل لك انت من هذا تفضل. يا اخي ليش بتعطيني وانت حالتك صعبه؟ والله ان انا مستحي منك. الله كريم يدي الله. قال لك من فرج على مؤمن فرج الله عليه بالجنه وبالله الدنيا والاخره. الله يفرج عليكم. طيب لو في مثلا معك راس مال هل تفتح مشروع اكبر؟ ايوه لابد. اتمنى هذا الشيء. اتمنى يفتح لي محل. زمن صعب جدا، زمن صعب جدا. شكرا الله يحفظك. سامحني. الله يرضى عليك. واتمنى لي التوفيق. والله العظيم اني متمني لك ومن قلبي. انا علشان ما اضايقك لو سمحت عادي لو مثلا صرت مكان ثاني. عادي سر الملك. ان شاء الله باذن الله لما ربي يفتح علي بحاول اقضيه. ان شاء الله. بس اذا ما قدرت سامحني. سامحك الله، سامحك الله دنيا واخره. يا الله مسامح لي كل شيء. بكل شيء، بكل حاجه. شكرا يا اخي. انا اصير اطلب الله انا علشان ما اضايقك. لا لا عادي جنبي بس. مش عادي. شكرا. يلا الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا اول شيء انا اسف. لا لا عادي والله أنا ما مذيع. طبعا انا مذيع وكنا حبينا سوينا معك تجربة اجتماعية. الله يحفظك. وللأمانة صدمتنا بكرمك. والله يا هيثم اعطيني الكرتون. اول شيء هذا حقك. أيوة. تمام. أيوة. ثاني شيء يسألك سؤال. ايوه ايش الشيء اللي خلاك على طول تعطيني بدون تردد رغم انك يعني يا اخي انت قلت لي انت جامعي وانت محتاج يعني وما حصلك شغل ولا حصلك عمل، والله يفرجها الله علينا وعليك. وما يحس بالمحتاج ما يحس بالمحتاج الا ما كان محتاج. ما يحس بالمحتاج الا ما كان محتاج. يعني ما يقع حاجه وربك يدي ساعه
يا الله، رغم اني حسيت يعني ان داخل قلبك كميه وجع غير طبيعي. أيوة. الا انك ايوه كريم ايوه وعطيب. ايوه لانه انا كذا طبعي، حتى لو معي فلوس ادي لمن كان. لا حد جاء عندك حد جاء عندك ويشتي لبان مثلا ما فيش معه؟ اهب له شويه من الصناعي ولا من بلاش. بلاش، اهب له طعم ولا لا معي من هذا زايد اهب له. ما اكرمك يا والله أخي. كذا. ما اكرمك. ايش اسمك؟ عرفني اسمك. خالد عبد صالح محمد. احلى خالد. اول شيء ربنا يسعدك وشكرا جدا على لفتتك الجميله. طيب يا خالد، كم معك اولاد؟ معي انا 5 ما شاء الله. بس. اولاد وبنات؟ بنات، اولاد وبنات. الله يحفظهم. يعني انت تطلب الله على الاسره كامل؟ ايوه ما بالله. ما فيش معك احد كبير يطلب ما الله؟ قابش عدم صغار. عندهم صغار. طيب المدرسه يا خالد درستهم؟ ايوه تدرسهم. هل قدرت توفر لهم حاجاتهم كامل ولا؟ والله يصيروا بالقراطيس وبالهذا ما اوفر لهم لا شناط. ما فيش معهم شناط؟ ما فيش معهم شناط، واحطهم بالعلاقي عادي دعايات. ما فيش معهم شناط، واحطهم بالعلاقي عادي دعايات. اي واحد يعني لازم يشتي يريح عليهم. لقاه موجود خذوا، مش موجود ما تعمل. حال الدنيا. ايوه ما اصبروا على الله. ايوه ما اصبروا على الله. لا يا خالد، لابد ما تفرق باذن الله. ان شاء الله على الله. انا يهمني اكلهم بس، ما يهمني حاجه ثانيه. الاصل والعمده. الله يفرج همك يا خالد. الله يسعدك. طيب صلي على النبي. الف صلاه الله عليه. هذا بكم تبيعه؟ 500. ب 500 ريال. الان انا وانت بندخل في تحدي يا خالد. ايوه. اذا فزت علي بتشل مني مبلغ. ايوه. واذا فزت انا عليك بشل منك 3 حبات مجانا. يلا. شوف التحدي خطير، يمكن اشيلهم بلاش. شلها قدنا وانا ما مسلم امرك لله. ايوه. بس اذا فزت بتربح مبلغ. ايوه. ادخل لك في السؤال وفي التحدي. تمام. أيوة. ما نشتري ما هو سؤال انا ولا. بسالك وانت وحظك يا خالد، لان هذول الثلاث بيض حسين عليك والجمهور شهود يعني. تمام. ايوه. خلاص السؤال يا خالد، السؤال اذكر لي اسماء 5 من انبياء الله ورسله. انا ما نشقاري. ما تقراش؟ ما اقريش، ما قرينيش ابي. ايوه. ليش انا قد درست؟ ليش ما قلت جامعي؟ ايوه. ليش درست عيالي؟ علشان نقول بي انا. ليش درست عيالي؟ علشان نقول بي انا. خلاص يا خالد، اذكر لي 3 من الرسل الانبياء. قد هو محمد عليه الصلاه والسلام. ايوه. ابراهيم عليه السلام. ايوه. موسى. ايوه موسى عليه السلام. أيوة. اذا الاجابه الاولى صحيحه، سمعوا اقوى تحيه. تستاهل يا خالد. انت فزت، وهذه 50,000 ريال يا خالد. يلا تستاهل، هذه حقك. يلا الله يبارك انت لك. لا انت لحد الان فايز، بس انا مقهور انه ولا راح ينام. لا بزلك منها. احنا تحديناك على 3 صح؟ وفزت انت، شليتهن عليها. يلا عادي انت شيل. شوف انا هم في نفسي تمام، شيل بس ما مثل ما انت تطلب الله بعرق جبينك وما مدتش يدك لحد، انا ما شيش امد يدي لحد. لا كل احنا هاك هذا بعرق جبيني. الان بتحداك مره ثانيه. ايوه. لو فزت عليك بشيل 5 حبات مش 3. خلاص قل لي 5 مرات. شاص صدم شاص. شاص صدم شاص. شاص صدم شاص. صدم شاص. يلا عم خالد، ها مره ثانيه 5 مرات بسرعه. شاص بسرعه. 1 شاص صدم شاص. شاص صدم شاص. الله لا يحرمنا من ابتسامتك الحلوه هذه. انا اسهل علشان عمي خالد 3 مرات تنطقهن، لكن ما تغلطش، لانك لو غلطت انا اشيل عليك 5 حبات. شاص صدم شاص. 1. شاص صدم شاص. الله يستر عليك. شاص صدم شاص. صح ولا غلط؟ اذا يستاهل الجائزه الثانيه، صفقوا له والله. وهذه 50,000 ريال. يا الله. رزقي من الله الحمد لله. يا عم خالد، لو دخلنا في السؤال الثالث انا برفع السقف. شوف انت اللي اعطيتني اول وهنيت لي، شيل الكرتون هذا هيثم. اذا فزت عليك يا عم خالد الكرتون هذا انا بروح به هكذا بكلام برجاله. خلاص. بس لو فزت انت يمكن تضرب الاقتصاد اليوم وتفوز بجائزه ثالثه. ايوه. هل تدخل التحدي ولا تنسحب؟ على الله. بس باقي حاجه ما قلت لك شنو. ما اذا فزت انا فوق هذا الكرتون بترجع لي 50,000. اذا فزت انت ارجع لك 50,000. ولو فزت انت بتحصل جائزه ويرجع كرتونك وترجع لك 50,000. يلا نواصل. السؤال يا عم خالد، مالك مرتبك؟ يلا شوف يا عم خالد، السؤال الثالث ادي لي اي نكته، لو ضحكت انا والجمهور كلهم تفوز بالجائزه. اي نكته. حاولت مره اشتغل بن غسوس، واشتغل وخسرك بيوم تبهدلك بن يوم، ورجع طرح كوال مثل ما
على ما هم ولا ربحت شيء ولا واحد عنده فاضي. والله انها ضحكوا كلكم. ايوه والله العظيم والله ما اكذب عليك. ورجع هذه النكته حقيقيه، وهذه برضو جائزه ثالثه يستاهل تحيه والله. يلا 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 طرح يا اخي الكرتون مقص طرح. عادي ملاك. انت قلت لي انك بعت غسوس. أيوة. يعني قد اشتغلت عده شغلات. اشتغل اسكريم، اشتغل عزوز، اشتغل دحين حاليا بطل بين الاسكريم لانه ما عاد يمشي. كان في دحين ما بش يشتري، كان مشي بين الاسكريم احسن من هذه. الان مثل ما نشوف الحاج خالد والعم خالد اشتغل في الغسوس، واشتغل في بيع الايس كريم، والان يشتغل في بيع اللبان والمجلجل. أيوة. وانسان مكافح ما استسلمش ابدا ولا مد يده في هذه الحياه. مرة عاد نشتغل في يوم قله وصلحت القدر مثل ما هم الصحن والتنك والدافور قله. ايوه قله. جي واحد الزبون يعبي لي هكا وانا ما اعرفش اعمل القراطيس من لك المعصورين. كملوا ضمارة. ايوه اشتي دغش ولا ما يعبي لك كرفه وانا ما اعمل كملت الضمار لهم. وجو بعمل في يوم بطل. الله يرزقك يا عم. الله امين. وباذن الله في يوم من الايام نشوفك حققت حلمك ان شاء الله، وافتتحت مشروعك الخاص، يا بسطه كبيره يا دكان ان شاء الله. ان شاء الله. قولوا امين. امين. يعني ان شاء الله شوف كل الناس يحبوك يا عم خالد. ايوه هم يعني. طبعا عمنا خالد والحاج خالد مكانه في دارس امام محل الدار العربي تماما. الناس اللي حابين يشتروا منه ويجوا له هنا علشان يدعموا بضاعته الحبوبه. في الختام لكل شخص مكافح ما مدش يده في هذه الحياه لحد ابدا الا لله عز وجل، انت الانسان الناجح. ايوه انت اللي ربي بيفتح عليك. ما خايفين الا منه هذا فعلا. ايوه خايفين من مد اليد لغير الله. ايوه من مد اليد. وصلنا إلى نهاية وختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جاية، تحديات وتجارب اجتماعية وبرضه مقالب. اليوم أنت حظك مش مقلب يا عم خالد. هو سعادتك الله الله يسعدك ويعطيك الله العافية. يفتح عليك. إذا في الختام مع أحلى ابتسامة من العم خالد، اشتراك ولايك وانشروا الحلقة في كل مكان. أقول لهم مع السلامة يا عم خالد. مع السلامة. وكمان أنا باشر رقم العم خالد وبحطها في صندوق الوصف، اللي حاب يتواصل مع العم خالد يدعم يسلم عليه أي شيء رقمه بيكون موجود في صندوق الوصف. قل لهم مع السلامة. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة.